السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة على قلوبكم يا رب. النهارده ان شاء الله كده معانا وصفة للطيور بتاعتنا، وصفة حلوة قوي هترفع مناعة الطيور عندك، هتقوي مناعتهم قوي. هتزود لك برضو الموازين بتاعتك. لو بتربي فراخ بيضة برضو ممكن تحط لهم منها، بتزود الموازين بتاعتهم. كمان احنا قلنا رافع مناعة ومحفز للبيض، وكمان هتقيك من الامراض اللي بتحصل في الشتاء ديت ان شاء الله. يا جماعة اي وصفات احنا بنعملها بتكون مكملات غذائية للطيور، مش بتكون بتعالج الحاجة ولكن بترفع مناعة الطيور بتاعتك، فهي مكملات غذائية للطيور. تمام. وان شاء الله مش مكلفة خالص، وان شاء الله لو عملتيها للطيور بتاعتك مرة كل اسبوع ان شاء الله الطيور بتاعتك مش هيصيبها اي امراض وهتنميها كويسة معاك. تمام. انا هبدأ بقى ان انا احط لهم الاكل بتاعهم، وان شاء الله ندخل على الوصفة بتاعتنا، بس استنوكي تابعيني معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي الوصفة بتاعتي. النهارده ان شاء الله هنعمل الوصفة ديت، ووصفة حلوة قوي زي ما قلت لكم. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كلها هنعمل فيها وصفات حلوة ومش مكلفة كمان. طبعا الاكل بتاع الطيور ده كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن بواقي المطبخ بتاعتي، طبعا معاها عيش مبللات، وبتحطي عليه شوية دش وشوية عليقة، وكمان بتحطي عليهم شوية ردة، وتلفي الاكل ده وتحطيه لهم. اظن دي حاجة مش مكلفة خالص، يعني شوية الدش اللي انت هتحطيهم وشوية العليقة يعني مش هيبقوا كتير لما تحطي لهم كل يوم، وعلى حسب برضو كمية الطيور اللي عندك هتحط لهم. خلاص كده انا حطيت لهم بقى الاكل بتاعي، وزعته على العلافات والاطباق اللي قدامهم. طبعا هما بيحبوا كمان الحاجات المفتوحة عشان بيقفوا فيها عن العلافات، بس انا حاطه لهم ديت وديت وبحط لهم ياكلوا فيها. تمام. ولو وقعت حاجه على الارض برضو بيلموها تاني بياكلوها تاني. وطبعا الارض نظيفه مش متعفشه يعني، فانا مش بخاف من حاجه. خلاص كده بقى انا وزعت الاكل عليهم في الاطباق بتاعتهم. بس هندخل كمان نحط اكل برضو للطيور اللي جوه. عايزه اقول لكم يا جماعه، اللي محتار كمان ان هو يجيب فراخ بيضه، ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب جدا باذن الله عن دراسه جدوى للفراخ. هعملها مثلا ل50 فرخ او ل60 فرخ ابيض، عشان الناس اللي عايزه تجيب لرمضان. ان شاء الله هجيب لكم واعمل لكم دراسه جدوى قبل ما نجيب مع بعض. ان شاء الله انا هجيب باذن الله، هنعمل دراسة جدوى نشوف هي مكلفة بالنسبة لنا، هنكسب فيها ولا لا، لو انت هتبيعيهم، ولو لبيتك برضو موفرة ولا لا. تمام. كل ده ان شاء الله هنعرفه في الفيديو، بس تابع الفيديو ان شاء الله هتعرفوا كل حاجة معايا. طبعا اللي لسه اول مرة يشوف القناة بتاعتي يا جماعة يشترك فيها ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير عشان الكل يستفيد من الفيديو. كده طبعا حطيت برضو الاكل العادي بتاعي بتاع الحمام، وبحط لهم برضو عليه شويه العليقه عشان طبعا الزغاليل اللي بياكلوها ديت تكبر معاكي بسرعه. وبرضو الميه برضو بتاعتهم ممكن تحط لهم برضو فيها نفس الوصفه اللي احنا هنحطها للفراخ بره والبط، برضو بتحطيها للحمام. بس انا طبعا كنت حاطه لهم الصبح رافع مناعه في الميه، فمش هغير لهم الميه بقى واسيبهم يكملوا الميه بتاعتهم لبقيه اليوم. ان شاء الله ممكن بكره ان انا احط لهم بقى من الوصفه اللي احنا هنعملها مع بعض دي. خلاص كده انا حطيت لهم الاكل بتاعهم، وطبعا هم قدامهم الميه، والميه الحمد لله نظيفه. طلعت تاني بقى كده للفراخ بتاعتي. طبعا بقى انا قبل ما احط لهم الوصفه هغير الميه، لان الميه طبعا هم موسخينها. هننضف بقى الطبق بتاع الميه كده ونغسله كويس جدا، ونحط لهم فيه ميه، ونحط بقى عليه الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا يا جماعة النهاردة عبارة عن ايه؟ عبارة عن، طبعا زي ما انتوا بتقولوا ايه اللون الاحمر ده؟ اللون الاحمر ده يا جماعة بنجر. البنجر ده اللي هو البنجر اللي شبه اللفت اللي بنجيبه من السوق، هتلاقيه في السوق موجود ومتوفر جدا في الشتاء كمان، وبيبقى برضو موجود في الصيف. بتجيبي بنجراية واحدة او 2 بكتير، بنجرتين 2
هتجيبيهم في حدود 4 جنيه 5 جنيه. انا بجيب الكيلو ب5 جنيه. تمام. دلوقتي هو متوفر ومش غالي. ممكن يديكي بقى انتي البنجرايه ب2 جنيه، ممكن تجيبيهم الاتنين ب4 جنيه مش مشكله. ممكن تجيبيها برضو بجنيه واحد بس. تمام. انا بجيب البنجره بجنيه وبجيب الكيلو على بعضه بجيبه ب5 جنيه. هتجيبي بنجرتين وتغسليهم وتقشريهم وتقطعيهم من حتت كده وتحطيهم في الخلاط وتحطي عليهم ميه وتعمليهم زي عصير كده. وتاخدي الميه بتاعتهم بتحطيها بقى على الميه بتاعت الطيور. تمام. يعني بتحطي عليهم حوالي لتر ميه وانت بتغسليهم، وبعدين بتكملي عليها بقى ميه لما بتحطيها قدام الطيور بتاعتك. والبواقي بقى اللي ممكن تطلع من الخلاط عشان هو بيبقى ناشف شويه بتحطيها على الاكل بتاعك. الوصفه دي حلوه قوي يا جماعه، هترفع مناعه الطير عندك حلوه قوي. ترفع جهاز المناعه بتاعه ان هو يقاوم اي امراض تجيله. طبعا احنا بندور دلوقتي على اي وصفه ترفع مناعه الطيور، فلازم انتي تجيبي الحاجات دي وتعمليها لهم. تجيبي مره رفع مناعه زي ده، تجيبي وصفه تانية برضو للبرد. طبعا البرد دلوقتي منتشر جدا، فالحاجات دي بتبقى كويسه للطيور. تمام. فالوصفه دي يا جماعه مش مكلفه لما نجيبها مره واحده للفراخ كل اسبوع.